هات لي حبيبي اتنين. حد بيخبط، شوفوا مين. هيك كان حسام. جلوبو، طب خدي. خد منها، روح. ايوه حبيبتي، خدي انتي ونظمي الحاجة، اوكي؟ طب ايوه حبيبي، لو سمحت. اتنين قهوة، خد بالك انت بتاعت الشارع بس. جلوبو جاب البيض ماكس متكسر. اصل احنا لو كتبنا لهم هقعد ساعة انا في الاب. احاول اشوف لو هيردوها. لا خلي هي مش مكسورة قوي يعني، ينفع لو اتكت على طول دلوقتي ان شاء الله. مش مشكلة يعني. اه. بابا صوته ما شدني. قلت ايه؟ بابا صوته ما شدني. ما جابوش. بس هو فهمها غلط، هو فاكر ان هي عايزة كيري. زي اسمه ايه ده؟ زي الجبلي. فاهمة؟ ما قالتلوش كيري كده. بس ده زي ده ينفع كمان يعني. لا الرمان فيه رمان كتير. لا استنى بقى، لازم تفطر وكده قوي. يا كيري ده عايز تعمل اسمه كده تدوقه. انت ما سلمتش عليا. اه ماي جاد، ما سلمتش عليا، نسيت. ده انت بتسلم براسك. تعال هات ترامب. هلعب معاك بعد شوي ده. ده تعلمك تفوق ازاي طيب. عشان انت بتعمل سبيد وكنت بتعمل حاجات ولما انت بتعمل تشيت انت بتدوس هنا تشيت كده، فاهم؟ انت هتعلمني؟ بص انا بص على ده، انا اصلا بعرف فيجا. ما شاء الله، ده انت عارف تعمل ازاي كده بالعربية كده تشيت، عارف ازاي؟ بس انا لو لعبت معاك انا هكسب وبهدلك يعني، عشان تكون عارف. اللعبة دي بهدلك. كويس. كويس. بص العربية دي عاملة ازعاج. انا كده شايف ده كده. بص العربية دي. انا بقى لسه صاحي تقريبا. والساعة داخلة دلوقتي في 12 يمكن ولا حاجة زي كده. صحيت، اتوضيت وكده. فاتني الفجر طبعا، ايه. الله المستعان، نمت قبل الفجر بشوية قصيرة جدا. وده بيحصل كتير جدا. وبحاول اقعد استنى الفجر. شوفوا يا جماعة، انا بسجل فيديوهاتي دلوقتي علشان احاول اكون معاكم في نوع من ايه، تطبيق عملي. مش بس كلام كده. نظري كمان يعني، هو كلامي ما بيكونش نظري بصراحة، انا بتكلم كمان كلام عن تجربة وكده، كلام عملي برضو بس. يعني تطبيق بمعنى انه في حياتي بقى بيسموها ايه. واصلا العرب اللي فهمته بيحبوا قوي الموضوع ده، يوميات فلوجز يعني، مش كده؟ فالمهم انا دلوقتي فيديو. ماشي. فيديوهات، بيقول لي فيديوهات براي. شكرا. طبعا لما صحيت يعني حاجة اسمها overwhelm. يعني حسيت كده بهجوم من جميع الأنحاء في دماغي. لأنه امبارح، ودي حاجة بتحصل كتير جدا عندنا احنا اللي عندنا ADHD. عملت شغل جبار. يعني اشتغلت في حاجات بحبها جدا، واشتغلت وقت طويل جدا بالساعات، وكنت مركز فرط تركيز هايبر فوكس يعني. طول اليوم اشتغلت في الموضوع ده. وبعد النوع ده من الشغل دايما احنا بيجي لنا كده كراش. يعني بندخل كده في شت داون، بنقفل. الدوبامين بيكون بقاله فترة طويلة عمال يفرز 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 في الهايبر فوكس. وبعدين فجأة كده طبعا بنتعب بقى، او حد بيقطعنا او بيحصل اي حاجة. وده بيحصل كتير جدا بعد حاجة فيها يعني إثارة. كنت انا عارف الاغنية دي اللي انت بتحبها دي، عارف دي؟ عارف؟ هي في هنا على فكرة. موجودة؟ هي هنا على فكرة. طب كويس. السمع أيوب عمل وكده كده. هي كده بص. ده ADHD مينيون لأنه تقريبا 100 مرة دلوقتي كله. مش هنعرف نتكلم يعني، احنا ما شاء الله الصوت عالي قوي. ايموس وطي الصوت شوية يا حبيبي، انت معلي قوي. مش لازم توطي على الآخر يعني، وطي انت تسمع، انت تسمع. انت تسمع، مش لازم الجيران واللي فوق واللي تحت والشارع يعني. ما اعرفش لازم تشغل عشان نعرف. ده كده بقى. بص
ها طيب حبيبي، انا نسيت كنت بقول ايه بصراحة يعني، فخلينا نكمل المشوار. ايوب راح. اه ايوب راح اشوفه في كائن. اه، ما عايز تلعب دي يعني؟ دي جديدة؟ لا دي بس عايز اقول له هو قاتل. عايز تقول له هو راح يجيب قهوة. انا اقول له هذا. مش حب. ايه، والله نسيت تاني. انا كنت عايز اصور المهم يعني، وانا في لحظة اللي هو يعني مفيش نوم، مفيش فوقان، مفيش دوبامين، مفيش يعني تركيز، مفيش. بس يا حد بقول ضوء. نعم. انت قصدك ضوء مش كده؟ دواء. ضوء قصدي دواء في ايه؟ مش فاهم، تعال هنا عشان نمشي. تعال عشان ضوء الابيض كده. الناس بيحبوا يشوفوك وانت بتتكلم. عارف ضوء فاهم. ضوء انا قصدي ضوء. ايوه، ماله الدواء؟ ماله الدواء بتاع ايه؟ هو اسمه كده بالسويدي فيتامين، بس ضوء طهارة فاهم. فيتامين. بيقولوا كده بالسويدي، بس احسن تقول ضوء. احسن اقول دواء. بالمصري بيقولوا ضوء. المصري دواء، ماشي حاضر. يعني يتكلم عربي يعني. تعرف انا عارف. احلى حاجه ان هو بيتدخل بيقاطعني، وبعدين انا بديله الانتباه، ويوم هو ايه بيتلهي بحاجه تانية مباشره بعديها يعني. مش عارف الموضوع ده بتاع عدم التركيز ده. عاملين زي الطيور، حمام مثلا، عارفين اللي وشهم دايما كده يبصوا لك، لما يبصوا لحتى اي حاجه كده، هو بينجذبوا اليها بانتباههم، او فيها نوع من اثاره او دوبامين بيبصوا فيها على طول. المهم، الفلوج ده هيبقى بابا مش فاكر. مش هيبقى فيه فلوج خالص، مش عارف، بنسى بقول ايه وكل فيه قطعني، وبحاول اهو كده في البيت عادي يعني، ما بقعدش في مكان واقف على نفس الاوضه. حبيبي، نعم اتفضل اتفضل. فاكر البيت القديم لما انا قلت لما تيجي ميه. تتكلم كلم هنا، لو عشان يسمعوك في الفيديو، عشان هو مش هيسمعوا. اوكي وانا يور كريم تردي خيره، ما اقعدش انا اقعد اردي خيره. تعال بس تعال. بابا على فكرة مش فاكر في البيت القديم لما كان ميه وكان بيكهرب لما حد كان حيفتح الميه وكده مش فاكر؟ البيت القديم اللي كنا فيه لما كنا بنفتح الميه. وكان بس بينفع يفتح الميه، كان بس بينفع يفتح الدش ولا حاجة. وفاكر لما حد بيفتح ميه بيكهرب نصه، وهناك ركته كده الحمام ركته ايه مش حلو مش فاكر؟ مم. مش فاكر؟ وكان فضحنا الواد. المطبخ فيه حشرات كده مش فاكر؟ كنا عايشين في خرابه. مش فاكر؟ حد ما حدش هناك عرف ده، بس الحشرات ساكنين هناك مش فاكر؟ الحشرات ما حدش كان هناك، الحشرات بس كانوا ساكنين في البيت، مش كده؟ وعارف الطفل اه اللي هناك ده اللي جنب هناك ده اه عند لب... جنب الباب. اه مش لب... فاكر لما كان جنب الحمام؟ مم. مش فاكر؟ ايوه صح. كان جنب الحمام والطفل اصلا بينفع مم. بايظ اصلا باظ مننا. وكنا ما كناش نعمل على فكرة، ما كنا بس بنيجي تحت وبنفتح الباب الله المستعان والله. على فكرة. المهم، فانتوا طبعا في الفلوج ده شفتوا يا سلام، القهوه جت يا الله. في قهوه جديده في دهب، هنا في المغرب، دهب في كل حته في المغرب، اسمها ايه؟ السلفادور. هو بصراحه المغرب عامه يعني فيها قهوه كويسه، بس لازم واحد يلاقي يعني. ماشي الحال حبيبي. يا سلام يا سلام، اشكرك يا بني. ده ايوب بقى، ايوب ده لسه فاتح قناه اسمها مطبخ ايوب، ادخلوا بقى شاركوا عنده في القناه وشجعوه واكتبوا له، وان شاء الله هيسجل فيديو هو الاسبوع ده باذن الله، يحط لكم فيديو جديد باذن الله عن الطبخ. مش كده يا ايوب؟ طبعا انا عشان بسجل فلوج، فاخونا اللي قاعد هنا بيتفرج على التلفزيون ده كان بيلعب لعبه عربيات وكده، وقام سايب اللعبه ورايح يتفرج على الفلوجات بتاعتنا في القناه بتاعت معزه. بودي دبل، فاكرين ده بودي دبل؟ لا ولا حاجه، معلش اسمح لي. القمر بيجي ورا العربية مش امم انا فاهم. الناس طبعا بيقول هناك. مم. بس هو بيعرف. يا قصدك اوكي. ولا بيشوف. المهم، انا دلوقتي هسيبكم شويه كده اشرب القهوه، وهشوف اليوم ده هيبقى شكله ايه، واسجل ايه وكده، ما اعرفش. انا اللي هسجله ده هحاول ما اعملش اديت كتير ليه، ومنتجات وحركات وكده، حركات وبركات، احطه كده زي ما هو كده يعني رو. انت عارف انت بتعمل ايه؟ انت بتقول كل مرة انت
يقول حاجات غريبة أنا والله العظيم أنا. ايش الدير؟ ايش الدير؟ تعالى كده، تعالى بس، تعالى بس، تعالى. لا بس، تعالى بس، لا معلش، لا لازم تيجي، لازم تقول الكلام ده مهم جدا. أنت قلت أنا بقول إيه كل شوية؟ ايش الدير؟ إيش إس دي؟ استنى بس، اسمه إيه؟ قول. ايش الدير؟ ADHD. ايش الدير؟ لا أنت قول. ADHD. ADHD يخرج عليهم. لا مين؟ بص في اليوتيوب. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ده مالك اللي هو أكبر واحد في الأكل. أنا بسجل بس تكون عارف يعني، عشان هو الأخ ده فضحنا خلاص وحكى قصة حياتنا، فلو حابب تيجي تفضحنا أنت كمان تقول مالك حاجة. كده زي مالك كده زي أنا فاهم. فأنت كنت ماشي؟ أوكي ماشي. اسمعي انا اقول ايش أنت ما عرفتش أجيبك، بس أنت المهم عايز. ده مالك مالك هو بيخرج الصبح بيعمل الحاجات اللي انا عايز اعملها وما بعملهاش، اللي هو بيتمشى وكده يعني. طبعا يعني انا متاكد انه عزه لما تشوف الفلوج ده هي بتهزقنيش يعني، بس انا المفروض اتهزق لانه هي ما بتحبش التصوير العشوائي في البيت. لازم يعني تكون كده. اكتب انا. خليني ساكت احسن عشان انا عارف هي تهزقني ليه. اكتب انا. نعم. اكتب انا عشان تفهم. اكتب انس؟ ليه؟ هتجيب القناه بتاعتي يا حبيبي ليه؟ اكتب بس عشان تشوف انت. انا عارف انا بقول ايه، والله انا عارف انا بقول ايه دي. عشان تفهم تشوف. انا بتكلم، انت عارف يعني. طب انا هسالك حاجه. تعال اقعد هنا، انا اعمل معاك لقاء، بس ما تشربش القهوه بتاعتي. ابراهيم بيحب القهوه. ابراهيم دلوقتي انا بقول ADHD كتير صح؟ عشان يعني ايه بقى ADHD؟ انت عارف يعني ايه؟ بس يعني مخك حبيبي شطور، هو كده فاهم. انت صح. مش كده؟ صح، حاجه هنا في مخك. والله بجد. والله بجد انت صح. انا عارف بس بص حبيبي اكتب انت هتسمع كل مرة ده اسمع بس. يا حبيبي انا عارف والله، بس شوف. اكتب. هكتب ماشي. اصل لما بكتب انا الحاجات دي يا ابراهيم، مش انا بس اللي اسمي انس في العالم يعني، ففي ناس تانية هتيجي دلوقتي. شفت حاجات غريبة بقى هتيجي. هيجي ابراهيم خد دلوقتي، مش هينفع برشا اكتب ايد واحدة حبيبي، وانا عايز اشرب القهوة كمان. لا مش جايب لي اي شيء جديد في التلفزيون. انا خلاص، انا الاي شيء ده هو في دماغي خلاص، كفايه ان هو في دماغي، مش عايز اشوف في التلفزيون دلوقتي. يا نهار ابيض. قفلت التلفزيون. اسمع عشان تشوف حبيبي. الهضرة في حاجة انت بتقول كده. الهضرة في ايش كتير بكلهم انت بتقول كده. رفعت معايا الحمد لله. اولا ارجو من حضرتك يتريق عليا يا ابراهيم. هو ده. انا فهمتك والله. انا عارف يا حبيبي، انا عارف. ايوه هو هناك ADHD اهو، انا شفته اهو. اوكي. ايوه. لا بس ايه تقدر هنا تقدر. انا عندي ايش دي. دي اللحظة اللي بتحس فيها انك في محاكمة داخلية. لا بس هو ده. انت هتقول كده اسمع. تقفلها. انا عندي ADHD. شفت الطاق. بتقول كده كل مرة. بص انا عندي ايش دي. اضطراب فرط. انا عارفة تقول ايه دي. بص اسمع ده. اسمع. انا عندي ايش دي. انت بتقول كده كل مرة. فعلا كل الفيديو انت بتقول كده على فكرة، عشان انت بتحب تقول كده. اتفاجئ انت عايز فانوس وده فانوس عشان اعمل فلوس. انت بس بتجيب حاجات. عارفة ده لولو. يلا روح كل، يلا حبيبي روح. ابراهيم بيقول لي انت عمال تقول ADHD انت عشان عايز تعمل فلوس. يا ريت والله يا حبيبي، يا ريت قول كده يا رب، وربنا سبحانه وتعالى يرزقنا يا رب عشان اعرف اساعد الناس اكتر. العيال دول ليهم كده صراحه جميله. يا حبيبي والله روح كل اكلك محطوط، ما ينفعش تسيب الاكل. ده حد حطه بالغلط يعني، واحد حط حاجه. ماشي
ابراهيم حط الريموت على الترابيزه. شطور. وروح اقعد شطور. وبعدين ما تنساش تلبس حاجه في رجلك عشان البرد. المهم يعني فبيقول ان يعني ايه انا عمال اقول اي دي اتش دي عشان عايز فلوس. طب انا هجيب فلوس ازاي والاي دي اتش دي ده؟ قول لي بس كده. انت حد بيجيب كده، انت بتوري الناس الكمبيوتر بتاعك وبتقول انا عندي بيشتغل كده وبيجي لك فلوس. عنده فلوس. فبيقول يعني عشان انت بتقعد تشتغل على الكمبيوتر وكده فلازم يجيلك فلوس عشان بشتغل يعني. وانت تتكلم وتعمل حاجات لازم اعمل حاجات. اقول طب هنعمل ايه هنعمل ايه بالفلوس دي؟ لو جت فلوس هنعمل بيها ايه؟ نروح طنجة عشان نشوفنا حاجات حلوين. نروح طنجة ونشوف حاجات حلوة. طب خلاص كويس والله. هي دي الحياة بقى. واخدين بالكم انتوا؟ الواحد كده يجيب فلوس يروح طنجة ويشوف حاجات حلوة. الهابي بيرثدي بتاعك في الكريسماس؟ يا نهار ابيض هنعمل ايه طيب؟ هو كده قدر ربنا قدر كده. هو كده وكده وكده. لا انت هو 23 مش كده؟ لا هو 23 ديسمبر. ايوه 25 ديسمبر. لا 23 هو 23. لا يا بنتي هو 15 يوم لحد ما يتم 6 سنين. بس هو اتولد في 23 ديسمبر يوم قبل كريسماس صح؟ بس احنا بنحتفلش بالكريسماس. ما يعني ما بنعملش فيرة بنحتفلش بالكريسماس. بس لو كنا بنحتفل بالكريسماس كان هيبقى عندك عيد ميلاد وكريسماس. يعني بس ان شاء الله لما العيد يمكن في يبقى عيد يجي كمان عيد وعيد ميلادك كمان يبقى حاجتين. اللي عنده حزام مش هيجي. هو مش هو بيتكلم على سانتا كلاus يعني. الواد منكر للموضوع. هو منكر. راجل كده عنده ايمان قوي. مش هيجي. هو بيفسد احلام الاطفال. الاطفال اللي بتؤمن بالكلام ده هيروح يقول لهم ما فيش سانتا كلاus جاي عندكم. طب شوف خليني بقى انا اشرب القهوه بتاعتي كده واحاول افوق. المفروض ما اشربش قهوه اصلا على فكره لانه انا اخدت الدواء النهارده. بيقول اي دي اتش دي بقى. المفروض ما اشربش قهوه لانه اخدت الدواء والدواء بتاعي منشط. ف كوبايه قهوه في اليوم كفايه. بس انا بشرب 2 3 كده فوق الموضوع. واحد بقى عندي يوتيوب بقى وفلوس وكده لازم يكون عندي نشاط كتير. يا انس بيقوليش بابا على فكره. نسيت اقول لكم الموضوع ده. هو بيقول لي انس. نعم حبيبي. انت ليه بتحط هنا بتتكلم وتحطه هنا؟ انت هتحطه عند الناس تاني؟ الناس بيتفرجوا على ده. هما بيتفرجوا يعني. في ناس عندها ADHD وبتحب يعني تعرف. عشان انا كمان عندي ADHD بتحب تعرف يعني انا مثلا بعمل ايه بفكر ازاي بعيش ازاي عشان عارفين اصلا انت ما عندكش شعر. انت ما عندكش شعر عندك شحرونه كده وعشان كده فانت هم يعرفوا حاجه فعشان كده. وطبعا وانت عندك يقول عندك شعر وشحلوله. شحلوله هي اللحيه يعني. انا كنت فتحت البتاع ده الفيديو عشان اسجل اول حاجه وبصراحه اول ما فتحته قام هو قال لي نسيت كنت اقول ايوب انت كنت عايز حاجه؟ ما فيش خالص. ما جابتش. ماما بتري قالت لي اقول لك تجيب فوق. اجيب فواكه؟ بتري خضار؟ خضار. ماشي. ماشي اوكي ماشي. طيب هو الفلوج ده شكله هيبقى كده ايه عن الصباح وفقط لانه لو بقى اليوم كله هيبقى فلوج يعني 18 ساعة لان انا بتكلم كتير كمان. فخليه كده الصباح لان هو ده مش ده الصباح الطبيعي بتاعي. هو ما فيش صباح طبيعي بالنسبة لي. المهم يعني انا دلوقتي ايه ايوب قال لي ان محتاجين خضار عشان يعمل الفطار. ايوب بيحب يعمل الفطار العيلة كلها وما فيش خضار. طبعا انا خلاص كنت قررت في دماغي ان انا هعمل حاجة تانية وبدأت أشغل الدوبامين اللي موجود في دماغي علشان أروح أتحرك وأعمل الحاجة التانية دي. هو جا دلوقتي قطع الكلام ده في دماغي. ودي بتحصل كتير جدا إن هو الواحد بيكون خلاص دماغه استعدت
وخلاص هتبدا في مهمه معينه، ويجي حد بقى، لانه الحياه مش في ايدينا احنا، ربنا سبحانه وتعالى يعني مش دايما بيمشي الحياه كده بالاسلوب اللي في دماغنا يعني، فبالذات لما يكون عندك اطفال وعيله ومسؤوليات وكده. فدلوقتي قال لي لا دلوقتي هتعمل ده، وانا يمكن مش عايز اعمل ده وماليش نفسي اعمل ده، لكن مسؤوليه. الحرب بقى بتشتغل هنا في دماغي، فلازم الاقي طريقه بقى ايه ان اشوف طب اعمل ده ليه، وايه هيساعدني ازاي، ايه هي الجزاء الفوري في الموضوع ده. الجزاء الفوري ان هو يعمل اكل، فانا محتاج اكل، وانا يعني ماليش نفسي اقف في المطبخ اعمل الفطار دلوقتي كده يعني. فاهمين يعني انه التغيرات المفاجئه دي بتتعب جدا الانسان عنده اتش تي، لما خلاص يكون بالذات لما بدا بقى فعلا في مهمه في دماغه والدوبامين يشتغل يعني اتجاه المهمه دي. اظن انتوا فاهمين قصدي يعني. فانا هدخل دلوقتي بصراحه، انا مش هروح السوق والكلام ده، الدنيا برد النهارده وانا يعني ماليش نفسي اخرج. في كده هنا حاجه اسمها جلوفو، يعني توصيل يعني بيجيبوا الحاجات على البيت يعني. وفي ناس هنا في المنطقه بنعرفهم يعني بيجيبوا لنا الحمد لله على البيت برضه. آه، عملت كده اعلانات انا لجلوفو دلوقتي، بقول لكم يا جلوفو انتوا لو الفيديو ده انتشر تبعتوا لي بقى الخضار ده بنص السعر ولا حاجه. عارف الحلاق ده الروح بيروح اللي عارفه؟ احنا محتاجين يا جنة، محتاجين خيار وفلفل اخضر صح؟ اوكي. مرمورة. عليك السلام. مظبوطوش ما تبصوش ايه؟ انت مالك انت؟ وانت غريب قوي عمال ما تبصوش ما تبصوش. احنا بنبوس، انت مالك؟ احنا عايزين نبوسك. هبوسك انت يا ديدي. حبيبي انا بتاكل حد يبص ياكل. اصل هو ما بيحبش ان ايه ابوسه ولا احضنه قبل ما ياكل، علشان بتقول لي انا ايه ليه؟ لو انت بتبص بيكون بقك مش ريحته حلوه، بيكون ريحته انت جعان. بيقول بقك ريحته مش حلوه، بيكون بقك ريحته جعان. لما تبص اصل انا بصحى الصبح يعني من غير ما اغسل اسناني واقوم ماسكه بشفط، يعني احنا عيله شفط نحب نشفط. ماشي خلينا نكمل الاوردر. بص انا في خليه. عشان تضيع كل حاجه. انا فتحت عشان احكي لكم الحاجه اللي كنت اقولها في اول الفيديو عن موضوع اليوم اللي قبل، لما واحد يكون بيعمل حاجه او يعني مهمه معينه وحاجه فيها دوبامين كتير. ابراهيم جه قطعني تاني. لبست لكم بقى السماعات السحريه اللي بتساعدني كتير قوي في حياتي يعني بالنسبه لموضوع الاي دي اتش تي بالذات. وقلت لك اتكلم عن موضوع السماعات والسمع ده، احنا عندنا حساسيه بعضنا يعني مفرطه جدا في موضوع السمع ده، الاصوات وكده يعني بتزعجنا. المهم فالمهم يا حبايبي، ايوه حبيبي ايوب، استنى عشان اوري الناس جزاك الله خير. ايوب بقى الله يجزيه الخير يا رب ويحفظه، كل يوم الصبح جزاه الله خير بيعمل لي الفطار ده، اللي هو الفطار الصحي بتاعي ده، اللي هو يعني بروتين، بيض، جبنه، زيتون، خيار، حاجات كده يعني، واحيانا افوكادو كمان. ايوب ده طباخ على فكره والشيف، يعني عنده قناه على اليوتيوب، ادخلوا بقى شاركوا هناك. انا قلت في اول فيديو الموضوع ده مش كده، بس ادخلوا افكركم عادي يعني. جزاك الله خير ايوب. فانا دلوقتي هختم معاكم هنا وبعدين اكل الاكل الجميل ده. واو جزاك الله خير حبيبي، ما شاء الله قمر ايوب ده، قمر حبيبي انت، شكرا. انا جيت علشان انا كنت هختم خلاص كفايه. انا في الاول قلت هعمل فلوج طويل يوم، يعني يوم في حياه مش عارف ايه، لكن يعني صراحه لقيت ان الموضوع هيبقى طويل جدا، فقلت ايه خلينا كده حاجه بسيطه كده، حتى لو يعني شوفوا افتكرت طب نعمل فيديو كل يوم يومي كده بسيط، حتى لو 10 دقايق، فكره حلوه مش كده؟ ايه رايكم؟ قولوا لي يعني في التعليقات ان شاء الله. المهم انا ان شاء الله حبيت بس اختم بالموضوع اللي بدات بيه، الموضوع اللي يعني الانهيار اللي بيحصل ده بعد نشاط معين، او بعد يعني حاجه انت فعلا بتحبها عملتها يعني استمتعت بيها جدا وكده، وبيحصل كده انهيار عندك في دماغك، وبتحس احيانا بالاكتئاب صراحه، تبقى مكتئب كده وزعلان، هو مش اكتئاب حقيقي لكن احساس شعور كده انه يعني الدنيا بتضلم كده فجاه.
ليه ده بيحصل؟ عشان برضه نطلع يعني ايه بفائده كده، لأن ده حصل لي وبيحصل لي كل يوم تقريبا، كل يوم تقريبا بيحصل الموضوع دوت، لكن بعرف اتعامل معاه باسلوب احسن يعني. هو الاحساس عامه بيكون يعني احيانا كنوع من يعني زعل او حزن او اكتئاب، او شعور حتى بالضعف، ان الواحد يكون كده انسان انا ماليش لازمه في الحياه، فعشان انا ضعيف قوي، انا ما عنديش الهمه والكلام ده. وطبعا ده غلط كبير جدا، لانه احنا زي ما بنقول دايما ده مخك، دي دماغك هي الكيمياء بتاعها كده. الموضوع له علاقه بالدوبامين، الدوبامين اللي هو بيجيب بقى ايه التحفيز والرغبه في يعني في الحياه. فاحنا يعني الناس اللي ما عندهاش ADHD عندها يعني تقدر تقول مخزون يعني محترم كده، بتصرف منه دوبامين يعني براحتها. احنا ما عندناش القصه دي، عندنا نقص شديد جدا في الدوبامين وصعوبه في انه هو يفرز كده الا في حاجات نادره بنحبها جدا مثلا يعني في مشكله في تنظيم الدوبامين في دماغنا. وانا بصراحه يعني لسه قارئ بحث معمول في النرويج، وموجود البحث دوت ومترجم، اظن يعني انا بعرف اتكلم سويدي، والنرويج والسويدي قريبين من بعض اصلا يعني. فعجبني قوي البحث ده، وجديد يعني معمول في 2024، بيتكلم عن موضوع الدوبامين والديسريجيليشن بتاع الدوبامين. فاحنا دايما بنبحث وندور على اي حاجه تدينا، مش دوبامين بقى، تدينا دوبامين كيك اسمها يعني، ضربة دوبامين. عارفين ضربة الجزاء؟ هي ضربة كيك كده، يعني حاجة كده ايه، ضربة مفاجئة للدوبامين عشان يفرز بسرعة، عشان نحس ونشعر ان احنا عايشين وفيها تحفيز وكده يعني. فما اعرفش لو التشبيه ده صح يعني، لكن احنا بقى كناس عندهم ADHD لما مثلا نعمل حاجة بنحبها جدا، يعني بيشحن البطارية عندنا 100%. فاهمين قصدي؟ فكده احنا بنعمل حاجه بنحبها، الشحن بقى عمال شغال بقى 70 80 90، يعني بيشحن البطاريه عندنا، بطاريتنا اللي هو التحفيز والرغبه في الحياه والسعاده وكده. معلش ما فيش عربيه في البيت عندنا، بس هو الاخ ده عنده لعبه كده بتعمل الاصوات دي، سامحوني يعني. فلما البطاريه دي تبقى كده 100% بسبب ان انت بتعمل حاجه بتحبها جدا، ده اسمه هايبر فوكس. هو ده بقى هو فرط في التركيز، تركيز بشده، تركيز مركز، تركيز ليزر فوكس كده، يعني حاجه خطيره قوي. وده مش موجود على فكره عند غيرنا، موجود عندنا احنا بس الاسلوب ده يعني. طب ايه بقى المشكله؟ ايه بقى هنا المشكله في الانهيار بقى والقصه اللي بتكلم عنها دي؟ المشكله انه احنا اول ما نبطل العمل اللي احنا بنحبه قوي ده والنشاط او المهمه اللي احنا بنحبها دي، بيحصل ايه بقى في البطاريه اللي كانت 100% دي ل 100% دي؟ بيحصل بقى انهيار يعني بسرعه جدا، من 100 مثلا لصفر فجاه كده. يعني الناس العاديه الدوبامين كده لما يكون 100% عندهم ما بينزلش كده من 100 لصفر، بينزل تدريجيا. احنا عندنا كده بقى ايه، دوبامين وفرحه وكده، وبعدين فجاه كده بقى 5% مثلا. فطبعا انت من ايه، كنت بره وبتلعب وبتعمل وبتتكلم ونشاط وشغل وعمل وحاسس كده ان انت عايش، وبعدين فجاه تزعل قوي فجاه كده. ده بقى التقلب، ده تقلب المزاج ده عند الناس بيفسر يعني، طبعا لو زوجتك، لو انت زوجك او ولادك او اي حد في العمل وكده، ده واحد مش طبيعي، ده ما ينفعش كده يعني، لسه بيعمل حاجه يعني مبسوط قوي، وبعدين فجاه زعل قوي، وفجاه يبقى مبسوط تاني حاجه متعبه جدا. فالدراسه دي بقى لما بتتكلم عن الموضوع، مدينه في النرويج اسمها بيرجن هم اللي عملوا الدراسه فيها يعني في 2024، فقالت انه في حاجه اسمها دوبامين هانج اوفر وفي حاجه اسمها دوبامين كليف. دي بقى بتبقى النتيجه بقى بعد موضوع 100% ده وفجاه لصفر او 5% مثلا البطاريه بتنزل. هو ده اللي بيحصل بقى، الدوبامين هانج اوفر ده على فكره اللي هو الناس اللي يعني ربنا يعافينا ويعافيكم يا رب، اللي بتشرب وكده يعني، ويعني بتسكر بعد ما يخلصوا الموضوع دوت. طبعا السكر والشرب وكده بيكونوا مبسوطين وحفله وكده، لانه بقى بيخمروا دماغهم بقى، واخدين بالكم؟ او الناس اللي بياخدوا حاجات تانية يعني. فاللي بيحصل بقى بعد ما ينتهي تاثير السموم دي في جسمهم او الكلام ده في جسمهم، اللي بيحصل حاجه اسمها هانج اوفر. بيحس بقى بصداع وتعب وحزن، واحيانا جسديا جسمهم بيوجعهم. فيعني العلماء النفسيين خدوا الكلمه دي هانج اوفر للناس، حالتنا احنا، ان احنا بيجي لنا دوبامين هانج اوفر من الموضوع ده، واخدين بالكم؟ من موضوع ان ايه، بنعمل حاجه منشطه جدا وبعدين فجاه بنزعل قوي ده، او بننزل بسرعه يعني. او دوبامين كليف اللي هو على الحافه، هتقع خلاص انت يعني، الموضوع خلاص كده يعني انتهى. تعب شديد بقى، مش قادر حتى يمكن تفتح عينيك احيانا، وده اللي حصل لي الصبح. طبعا شوفوا انا الانرجي بتاعي الصبح في اول الفيديو عامل ازاي، والانرجي بتاعي دلوقتي.
لما شربت قهوه وصحيت وسلمت على عيالي، والدواء طبعا اخدته مفعول واشتغل، فالكلام ده يعني ايه، فرق السماء والارض. انا نسيت كنت بقول ايه بصراحه يعني. آه ايه والله نسيت تاني. الفلوج ده هيبقى، وانا كنت بحاول كمان وانا بسجل في اول الفيديو اسيطر على كلامي ومشاعري وكده علشان ما اظهرش ليكم، يعني برضو احترم يعني المشاهدين الكرام، يعني ما اطلعش كده وانا انكد عليكم يعني انتوا كمان. الله يعينكم والله، الله يعينكم. فده اللي بيحصل بقى، انه بيجي لنا كده تعب شديد، وبيجي لنا كمان حاجه اسمها برين فوج، يعني مخنا بيجي له ضباب كده. عارفين واحد بيسوق عربيه في، عارفين الضباب انتوا؟ الضباب ده بيخلي الانسان مزاجه irritable قوي، يعني كده متضايق من كل حاجه، متضايق. عشان كده في ناس كتير عندهم مثلا ابوهم عنده ADHD قطعا، وشكله دايما متضايق كده، مزاجه مقلوب، وشه كده بص له كده، شكل ابوك كان شكله كده دايما. عنده برين فوج، وعنده بقى يعني ADHD بقى، وهو مش عارف مسكين، وعمال يبهدل في نفسه وعياله واسرته وبيته ومش عارف حاجه. فده بقى هو اللي بيحصل في الانهيار ده. وطبعا كمان بتحس بالفشل. اقول لك ليه بتحس بالفشل؟ لانه انت من شويه لما البطاريه كانت 100% كنت عايش حياتك باسلوب يعني ما شاء الله، وفرحان ومبسوط وكده، وفجاه زعل شديد وحزن وكذا، فبتحس ايه الفشل اللي انا فيه ده انا ليه كده؟ لو بتكونش عايز تعمل اي حاجه تانية خالص، تقعد كده بس تبلم وشكلك زعلان وقرفان كده. في شحن هنا كده كبر. شحن؟ شحن زيك انت كده. مش هنا، لا مش، ما اعرفش هو فين كان. انا شفته مع حد هناك. اسال ايوب او جنه، اسال ايوب وجنه. هو الشاحن بتاع العربيه قصدك؟ في شحن محتاجة عربية. انا عارف، بس هو هنا بره، انا شفته مع حد هنا بره، مش هنا في الاوضه يعني. مين أخده؟ ما اعرفش هو فين. هو عند اللعب، عند اللعب، هو في اللعب، في حته عند اللعب، في بتوع دول روح شوف، روح والبس حاجه في رجلك. فيا حبايبي ده طبعا بيخلي الانسان يحس بالفشل، وده مش فشل ولا ده كسل ولا دي شخصيتك. اللي حصل فقط انه دوبامين كليف. عارف لما تكون واقف على حافه الجبل كده، هو ده اللي بيحصل. يعني الدوبامين بتاعك وقع من فوق الجبل فجاه كده، كان فوق الجبل عالي جدا ويا الله، وبعدين فجاه بوم انتهى وراح. مش زي الناس العاديه بقى بينزل يعني ما فيش كده كليف ولا هانج اوفر كده، بينزل بالراحه كده تدريجيا، اسلوب هادي كده سموث، زي كده لما ايه يهدوا السرعه في السياره، والبنزين كده ينزل بالراحه يخلص بالراحه. احنا لا، احنا البنزين بيخلص فجاه، او يعني من سرعه 200 لصفر يعني، فبيحصل كراش بقى. هو ده بقى تصادم، اسمه تصادم طم. في كلام علمي كتير في الموضوع دوت، اتكلموا فيه في البحث دوت عن موضوع اسمه ايه يا رب، الTPN والدي حاجات كده، كلام كتير. خلينا احنا نتكلم في فيديو خاص في الموضوع عشان انا شكلي طولت برضه كالعاده يعني. لكن انا عايز اختم بس بايه؟ طب ايه الحل؟ زي ما بقول دايما يا حبايبي، لازم اول حاجه الوعي والفهم، وتفهم ان ده مش خطأك انت ولا غلطتك، ولا انت كسلان ولا انت فاشل ولا انت مالكش لازمه في الحياه ولا انت انسان ما يعتمدش عليك. ده ملوش علاقه بشخصيتك واخلاقك والكاركتر بتاعك، ده ليه علاقه بكيمياء دماغك، حاجه بيولوجيه يعني، بيولوجي او كمان نيفريولوجي، دماغك وتصميمك. وفي طبعا حاجات كتير تقدر تعملها. انا عن نفسي هتكلم من تجربتي وخبرتي، عشان احنا اتكلمنا على انه هي موضوع عباره عن سرعه، فاحنا لازم نبدا نهدي السرعه. فنحط مثلا على تليفوننا نحط على التليفون مثلا كده منبه، كل يعني واحنا تبدا بقى ايه، انت خلاص هتعمل حاجه معينه وانت عارف انت بتحبها، كل كده مثلا ربع ساعه، تلت ساعه، 20 دقيقه، تبدا تهدي السرعه بتاعتك، تعمل ترانزيشن او تعمل شيفت، تغير الكلام ده. ده جلوبو يا حبايبي. هو خلاص، انا دفعت على الاب، فخدوا بس الحاجه منه لو سمحت. ايه بقول ايه؟ ما تستناش لحد ما تدخل في الكراش ده، ما تستناش لحد ما تدخل فجأة كده الموضوع يقفل عندك. يعني اعرف من الاول ان ده هيحصل، ده هيحصل. انت خلاص حصلت معاك كتير، فعشان انت عارف ده، فانت في الاول هتحط لنفسك كده بريكس، فرامل كده. انا عن نفسي عشان بكون عارف انه ده هيحصل، فلما هعمل حاجه انا عارف ان انا دلوقتي يعني في شبه متاكد ان هدخل في هايبر فوكس فيها، وهيكون في مثلا نشاط، انا عارف مثلا مسافرين طنجه زي ما هو بيقول كده، وهنعمل رحله عائليه وكده فيها نشاط كتير، انا عارف انه بعدين هيحصل الكراش ده. فانا بقى ايه، بفكر كده انه الكراش ده لما يحصل هعمل ايه؟
لازم انزل الدوبامين تدريجيا. ازاي؟ في بقى مثلا الهواء، الطلق، الرياضه، ان انا مثلا اعمل كذا حاجه ورا بعض، مثلا اخد التليفون اقعد عليه شويه بعدين ابدل المهمه دي لحاجه تانية بحبها لحد ما ايه الموضوع يهدى بالراحه كده. المهم انت شوف اللي يناسبك بس تدريجيا عشان ما تدخلش في الكراش. اهم حاجه بس ان نفهم انه بطاريه الموبيل عادي خالص، هي البطاريه بتخلص لكن عندنا بتخلص بسرعه، نحاول ننزلها بالراحه وبعدين نعمل ريتشارج، نعمل تشارج تاني للبطاريه عادي خالص يعني. انا اسف والله طولت تاني، انا كنت حابب ان ده يبقى بس فلوج مش كلام كتير، لكن حبيت الموضوع ده نطلع منه بفايده كده لان هو ده اللي انا حسيت بيه الصراحه النهارده يعني. يا رب يكون يعني اسلوب ده في التصوير بقى، ما اعرفش انا هعمل بيه ايه بالظبط يعني، لكن انا فكرت انه تبقى حاجه جميله لو قدرت وعرفت ان انا كل يوم مثلا احاول اسجل كده جزء يعني من حياتي واحطه كده، وان شاء الله يعني يساعدكم باذن الله سبحانه وتعالى. بحبكم جدا في الله واشكركم والله من كل قلبي على كل التعليقات، وانا بحاول ارد والله على تعليقات كتير على قدر امكاني. وانشروا الفيديو دوت، اعملوا سبسكرايب، اعملوا لايك، اعملوا الكلام ده كله عشان ننشر الوعي بيننا يا حبايبي، وعشان زي ما ابراهيم قال عشان الفلوس يعني. بحبكم جدا في الله، نراكم في فيديو قادم ان شاء الله. اخوكم انس معاكم، السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. انت عايز تقول السلام عليكم للناس يا ابراهيم؟ تعال سلم يلا، تعال حبيبي، تعال قول يلا السلام عليكم للناس عشان انا هقفل. انت عايز تقول؟ السلام عليكم. قول لهم شكرا ADHD. شكرا للفيديو. أنت عملت إيش ده؟ ها؟ عملت إيش ده؟ عملت ADHD عملت شويه. طيب إذا أنا صدق عارف المية بتاعتك أنا حطيتها في عربيته مش مشكله خليه في العربيه. عشان أي